هندور وندور ونلف السبع بحور ونجيب لكم قصص من الخيال، هندخل مع أصحابها ونعيش جواها. بس قبل ما نبدأ ونقول يلا بينا نصلي على الرسول. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قصة النهاردة من الأساطير والخيال، بتحكي القصة عن البجعات البريات. في يوم من الأيام كان هناك ملك عنده 11 ولد وبنت واحدة اسمها ليزا. كانوا كلهم بيتمتعوا بالذكاء، عاشوا مع بعض في القصر لحد ما جه يوم وقرر الملك انه يتجوز تاني، لانه حاسس بالوحدة بعد فراق زوجته. عمل الملك حفلة كبيرة جدا. كانوا الأطفال فاكرين إن الأم الجديدة هتكون طيبة وحنينة، لكن للأسف ما كانتش كده. كانت ساحرة شريرة وعملتهم بقسوة شديدة، وكانت دايما بتحاول تتخلص منهم. وعلشان تنفذ خطتها بعتت الأميرة الصغيرة لفلاح وزوجته علشان تعيش معاهم، وقالت للملك على الأمراء الصغيرين حاجات بالكذب. طرد الملك الأمراء من القصر. استغلت زوجة الأب الفرصة وقالت على الأمراء تعويذة قبل ما يخرجوا من القصر، وقالت لهم هتعيشوا بقية حياتكم طيور قبيحة وخرسة. ولأن الأمراء كانوا طيبين اتحولوا لبجعات جميلة بدل من طيور قبيحة، وطاروا بعيد عن القصر. ما كانتش الأميرة الصغيرة سعيدة في المكان اللي بتعيش فيه، إنها كانت بعيدة عن إخواتها. كبرت الأميرة وأصبح عندها 15 سنة. سمح الملك للأميرة بالرجوع للقصر، لكن الملكة الشريرة ما كانتش عايزاها ترجع القصر مرة تانية. حست بالغيرة من الأميرة الجميلة وقالت مش ممكن تكون أجمل مني. اتظهرت زوجة الأب بالطيبة وقالت لها أهلا بيكي في قصرك، تعالي معايا لغرفتي، عندي ليكي هدية. أنا هدهنها لك على وشك، دهان علشان يحميكي من العيون. كان الدهان خدعة. أصبحت الأميرة الصغيرة قبيحة. أول ما شافها الملك غضب منها وقال لها خرجي من القصر، أنا مش عاوزك هنا. قعدت الأميرة تبكي وتقول أنا عايزة إخواتي. وبدأت الأميرة تدور على إخواتها. راحت للغابة وشافت بحيرة صغيرة. غسلت الأميرة وشها في البحيرة ورجعت جميلة من تاني. كانت أشجار الغابة كثيفة والضوء بيمر بصعوبة بين الأشجار. مشت الأميرة في الغابة لحد ما الدنيا ضلمت، وبعد فترة سمعت صوت خطوات وحست بالخوف وحاولت إنها تستخبى. وفجأة شافت ست عجوزة. قالت العجوزة انتي خفتي؟ قالت الأميرة أيوة. قالت العجوزة أنا باجي هنا أجمع التوت، انتي بتحبيه؟ قالت الأميرة أنا فعلا جعانة جدا،
ومش عارفة آكل إيه في الغابة دي. قالت العجوزة للأميرة: انت بتعملي إيه هنا؟ قالت: أنا بدور على 11 أمير. قالت العجوزة: أنا ما شفتهمش، لكن شفت بجعات على رؤوسهم تيجان كانوا في النهر، لو رحتي هتلاقيهم هناك. شكرت الأميرة الست العجوزة ومشت ناحية النهر، وبعد ساعات من المشي وصلت المكان، وهناك شافت 11 ريشة من بجعات بيضة. وقبل غروب الشمس شافت 11 بجعة بيضة جميلة. وقفوا قريب منها، وأول ما قربت الشمس اتحولت البجعات لأمراء. حسوا كلهم بالسعادة. فرح الأمراء لما شافوا أختهم، وقالوا لها إن الملكة حولتنا البجعات بتعويذة. قالت لهم: لازم نرجع القصر، ولازم تتخلصوا من التعويذة. وفي الصباح اتحول الأمراء لبجعات، وطلبوا منها إنها تقعد على شبكة، وشالوها بمناقرهم وطاروا. نزلوا جنب كهف من كهوف الغابة وناموا فيه. وفي الليل حلمت الأميرة بجنية تشبه الست العجوزة اللي شافتها في الغابة، وقالت لها: لازم تكوني صبورة وشجاعة علشان تخلصي إخواتك. وقتها هيبقى ليكي شأن كبير. فيه نبات ليه شوك بينمو جنب الكهف، اجمعيه واطحنيه واعملي منه 11 معطف، وهتلف كل معطف على كل بجعة. وقتها هتنتهي التعويذة، لكن بشرط إنك ما تقوليش أي شيء من أول المهمة لحد نهايتها. صحت الأميرة من نومها وخرجت علشان تجمع النبات اللي كله شوك. كان النبات بيألمها جدا. رجعت بيه للكهف وطحنته، وكانت طول الليل بتعمل بجد. لاحظ اخواتها انها بتعمل شيء غامض، فقالوا لها: انت ايه مخبية علينا؟ قرب منها اخوها الصغير وشاف اللي في ايدها من لسعات وحروق. اتملت عينه بالدموع. فضلت الأميرة تعمل ده كل يوم. وفي يوم وهي كانت بتقطع النبات سمعت صوت. قررت إنها ترجع للكهف بسرعة، لكنها اتفاجأت بكلاب وصيادين. نزل شاب وسيم من على حصانه وقال لها: أنا ملك البلاد، أنا مش هسيبك في المكان ده. ما كانش عندها أي خيار تاني إلا إنها تروح معاه للقصر. كان القصر جميل جدا، لكن هي ما كانتش سعيدة. كانت بتبكي طول الليل وهي بتفكر في إخواتها. جاب لها الملك المعطف اللي كانت صنعته. ما كانش قدامها غير صنع المعاطف. صنعت 10 معاطف، لكن النبات خلص وما كملش المعطف الأخير. فكرت إنها تروح لمقبرة جنب القصر، وإنها تجمع شوية من النبات اللي موجود هناك. خرجت من القصر وفضلت تجمع في النباتات
وهي بتجمع النباتات حاصرها وزير الملك وقال لها: نبات ليه شوك؟ أكيد أنت ساحرة. ما قدرتش الأميرة تتكلم. قرروا إنهم ينفوها لجزيرة بعيدة وحبسوها في زنزانة ورموا معاها كل المعاطف اللي صنعتها. قالت: دي آخر فرصة علشان أنهي مهمتي. وبدأت تعمل بسرعة وفضلت تصنع في المعطف، وكان حواليها الحراس، وهي كل المهم عندها إنها تنهي مهمتها. قربت العربية من السفينة اللي هتنقلها للجزيرة، وفي اللحظة دي سمعت صوت وشافت ال11 بجعة، وبسرعة رمت ال11 معطف على ال11 بجعة، فتحولوا لأمرا من تاني وقالوا: دي أختنا وهي بريئة. قالت الأميرة: أنقذت أخواتي ودلوقتي أقدر أتكلم وأقول حكايتنا. أنا مش ساحرة، لكن أنا كنت بنقذ أخواتي من تعويذة الساحرة. اعتذر لها الملك وعرض عليها إنها تتجوزه. فرح كل الموجودين في القصر لزواج الملك من الأميرة الجميلة، وبعدها قام الملك والملكة وال11 أمير بالقبض على الملكة الشريرة الساحرة وسجنها مدى الحياة، وحرر الملك من سحرها، وعاشوا كلهم في سعادة وحب. وبكده قصتنا تكون خلصت. هتوحشوني جدا من النهاردة لحد القصة الجاية. بحبكم جدا في الله. مع السلامة في يوم جديد وقصة جديدة إن شاء الله.